ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في كورس بريمير برو للمبتدئين الدرس الرابع. في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعلمنا ايه هي واجهه البرنامج، وانا عارف ان الفيديو اللي فات كان طويل بس كان لازم كل حاجه دي تتقال من واقع تجارب حصلت معايا وفعلا احتجتها فيها. في الفيديو دوت انت هتتعلم ازاي تعمل بروجكت وازاي تعمل سيكونس بحيث ان انت يبقى عندك بروجكت جاهز ان انت تبدا تحط عليه الفيديوهات بتاعتك على طول. زائد اللي انا في النص هقول لك على حاجات بسيطه هتفرق معاك جدا في الشغل وهتوفر عليك وقت كبير جدا وانت شغال. فيلا بينا نبتدي. اول حاجه هنعملها ان احنا نفتح البرنامج وهندوس على نيو بروجكت فوق على الشمال. هيطلع لك ثلاث حاجات. اول واحده فيهم هي البروجكت نيم، بعد كده اللوكيشن، بعد كده حاجه اسمها تمبلت. اول واحده احنا هنسمي البروجكت على حسب انا عايز اسميه مثلا اسم العميل، لو انا العميل ده شغال معاه مره واحده بس ولا حاجه، او انا بسميه على اسم التايتل بتاع العميل مديهولي. انا هسميه مثلا ده كورس بريمير برو كورس. تحتيها اللوكيشن هنحطه في المكان بتاع ادوبي اللي احنا كنا عاملين فيديو عنه بتاع الفايل ستراكشر. هنخش هنا نحطه في المكان بتاعه. احنا حطيناه في الفايل ده عشان زي ما قلت قبل كده لازم كل حاجتك من الاول تبقى منظمه، عشان لو مش منظمه بريمير بيمشي بحاجه اسمها الباث، يعني لازم يبقى عارف الحاجه مكانها فين دلوقتي. لو غيرت مكانها او اسم الفايل من بره او اي حاجه بيجي يعمل لك ايرور ويقول لك مشاكل انت لازم تجيبها تاني من الاول. فانت الحاجه لو دخلت حطيت الحاجات كلها مع بعض، بروجكت من هنا مع هنا مع هنا، هيبقى صعب عليك جدا ان انت تبدا تفضي مساحه، خصوصا لو انت شغال في بروجكتس مع كذا عميل في نفس الوقت. تالت حاجه اسمها التمبلت، دي هنسيبها دلوقتي. انا هقول لك ازاي نعمل سيكونس عادي الاول، بعد كده ازاي نعمل سيكونس على حسب التمبلتس اللي قدامنا. قبل ما ندوس كرييت هندوس على حاجه اسمها السيتنجز. هتلاقي قدامك جنرال، كولر، سكراتش ديسك، وانجست سيتنجز. انجست سيتنجز دي سيبك منها خالص مش هنعمل بيها حاجه. الجنرال انت بتقول له انت عايز التايم لاين بتاعك يبقى بانهي فورمات، عايزه بالفريمز ولا عايزه بالتايم كود، والحاجات دي سيبها زي ما هي تايم كود ما تجيش جنبها. اوديو سامبلز هنا الحاجات دي سيبها زي ما هي. الكولر هنا الحاجه اللي فرقت معايا الصراحه هي الفيور جاما. انا عن نفسي كان موجوده عندي ب 1.96 ودوت. هتلاقي مشكله مع معظم الناس اللي شغاله ان الفيديوهات ما بتشوفوها جوه بريمير بتبقى مختلفه الوانها شويه عن بعد ما بتطلعوها دوت، عشان انت عامل الجاما بتاعك 1.96، فاحنا العادي هيبقى 2.4 دوت. الفكره فيه ان اجهزه ابل سواء ماك بوكس سواء ايفون او اي حاجه بتعالج الحاجه ب 1.9. طب هو ايه الفرق ما بين 2.4 وال 1.96 بتاعت ابل؟ بتاعت ابل دلوقتي لو انا عملته بال 1.96 انا كده ببقى عامل حسابي ان انا بستخدم جهاز ابل واللي هيشوفها جهاز ابل قدامي على طول، يعني ايفون، ماك بوك، اي حاجه من الحاجات دي، ومش على السوشيال ميديا. يعني لو انا هرفع حاجه على تيك توك وانستجرام او اليوتيوب يبقى نخليها 2.4، عشان لو عملتها 1.96 ورفعتها هم هيحولوها ويبقى الوانها غريبه شويه، فاحنا هنخليها زي ما هي 2.4. هنخش على اللي بعديها اللي اسمها سكراتش ديسكس. دي هنسيبها زي ما هي، كل حاجه فيها سيم از بروجكت، وندوس اوكي وهندوس كرييت. دلوقتي احنا عملنا البروجكت. ازاي بقى نعمل سيكونس؟ السيكونس هو التايم لاين بتاعك، الفيلم بتاعك، ايه الناس اللي هتشوفه اما تطلع الفيديو بتاعك. في كذا طريقه. اول طريقه خالص فيهم اللي انت تدوسها على فايل وتدوس نيو وتدوس سيكونس، وهنا قدامك بقى الحاجات بتاعتك نفس الحاجات اللي بره. هتعمل سيتنجز، هتلاقي عندك التايم بيس بتاعك. احنا بنستخدم 30 في العادي لان السوشيال ميديا معظمها بتستخدم 30. ال 60 اما ببقى عايز اعمل حاجه سلو موشن شويه، يعني مثلا واحد بيجري فعايز ابطأ شويه مثلا وازوم على الكوتش بتاعه مثلا واعمل حاجه فيه. ال 120 دي بقى بتبقى اللي هو اكستريم سلو موشن، عايز حاجه هديها قوي بحيث ان هو ما يبانش ان في فريمز في النص ضايعه. يعني ايه الحاجات دي بالظبط اصلا؟ دلوقتي لو انا شغال وعندي مثلا ثانيه قدامي اهي 30 فريم، يعني ايه؟ يعني هو بياخد 30 لقطه في الثانيه، فانا عندي ثانيه اهي جواها 30 صوره بتكمل الفيديو دوت في الثانيه دي. طب لو انا قلت اللي انا عايز في الثانيه اللي في النص هنا دي بين الفريم ده والفريم ده، اي سوفت وير بيعمل ايه؟ بيمرج او بيدمج ديت مع ديت ويعمل لك اللقطه اللي في النص. عشان كده هتحس ان في حاجات معموله بلور شويه لو انت مثلا بتعملها سلو موشن وهي 30 فريم. عشان كده اما بقول عايز اعمل 60 فريم او 120 فريم بير سكند بيبقى انا عندي نفس الثانيه بس صور صغيره كتير جدا، بحيث ان انا في اي لحظه في النص في صوره متاخده واضحه كويسه اقدر اعمل بيها واشتغل بيها من غير ما يبقى فيه بلوري شويه. عندك تحتيها الفريم سايز. الفريم سايز دوت هو شكل الفيديو، انت عايزه اليوتيوب ولا تيك توك ولا انستجرام ولا ايه بالظبط. لو انت هتستخدم يوتيوب فانت عايزه 16 في 9، لو انت عايزه تيك توك او انستجرام فانت عايزه 9 في 16. افتكر ان الرقم الاول هو بيبقى اللي تحت العرض لكن الثاني هو الطول. الفريم سايز هنا اما بيجي يقول لك 3840 في 2160 وال 1080 في 1920 وكده، الحاجات دي كلها نسبتها لبعض 16 ل 9 او 9 ل 16. طب ايه الاختلاف ما بينهم؟ واحده بتبقى اتش دي، واحده 4K، الحاجات كده. انا الحاجات دي كلها هكتبها لك قدامك على بعض. واحنا في نص الفيديو كده اتمنى ان انت تعمل سبسكرايب للفيديو، لان بجد الفيديوهات دي بتبقى متعبه شويه، لان انا ببقى بسجل صوت على المايك والموبايل وفي نفس الوقت بسجل بعمل سكرين ريكورد هنا. الحاجات دي متعبه شويه الصراحه، فاتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب تقديرا للمجهود اللي بيطلع في الحاجه دي. شكرا جدا بجد والله. هننزل تحت شويه هنلاقي سكوير بيكسلز، هتخليها زي ما هي سكوير بيكسلز.
ماشي. الديسبلاي فورمات دي هو بيقول لك انت عايز التايم لاين بتاعك يبقى ماشي بوحده ايه، بالسكندز ولا عايزه بالفريمز، يعني عدى ثانيه ثانيتين 3 4 هكذا. احنا هنسيبها زي ما هي فريم بير سكند. بعد كده هننزل وندوس اوكي. كده انا عملت السيكونس بتاعي. في طريقه بقى تانية اعمل بيها السيكونس بتاعي، هي ان انا اشد الفيديو من تحت من عندي واحطه. ودي انت بريمير هو فاهم انت عايز تعمل ايه، انت عايز تعمل سيكونس بنفس الاعدادات بتاعت الفيديو اللي جاي لك، ودي طريقه كويسه قوي الصراحه، انا معظم الوقت بستخدمها. الطريقه الثالثه وهي ان انت تحط الفيديو بتاعك في البروجكت بانل بتاعتك وتدوس كليك يمين وتعمل نيو سيكونس فروم كليب. هو هنا هيفهم ان انت عايز تعمل سيكونس جديد بنفس الاعدادات بتاعت الفيديو ده. دلوقتي انا عايزك تقفل معايا البرنامج وهنعمل بروجكت جديد عشان نشوف ايه هي الحته بتاعت التمبلت اللي احنا كنا بنتكلم عليها، عشان دي هتوفر عليك كتير جدا. هنفتح بريمير من الاول وندوس نيو بروجكت ونختار اي اسم. دلوقتي طبعا اخترنا اللوكيشن، تقريبا اللوكيشن هيبقى نفس اللي انت اخترته اخر واحد. قدامك ثلاث حاجات، واحده اسمها برودكاست تمبلت والسوشيال ميديا تمبلت وستاندرد تمبلت. السوشيال ميديا تمبلت دي افضل حاجه نبص عليها دلوقتي لان معظمنا بيبقى شغال للسوشيال ميديا. دوس عليها ودوس كرييت. بص على اليمين فوق هنا، دول عباره عن سيكونسز، هو مديك تايم لاينز. لو دوست على اي واحد تكتين هتلاقيه مدي لك المقاس بتاع السوشيال ميديا ديت، ومدي لك السيف زون، وحاطط لك ايكونز وحاجات بحيث ان انت هنا بيقول لك اللايك هيبقى هنا والكومنت هيبقى هنا والشير هيبقى هنا واليوزر نيم هيبقى هنا، بحيث ان انت ما تحطش حاجتك تحتيهم. دي هتفرق معاك جدا قوي من غير ما تضطر تستخدم الجايدز والحاجات دي كلها قوي. تحت مثلا لو دوسنا على الانستجرام هتلاقيه انستجرام ريل مديك الحاجات بتاعت الانستجرام ريل، وبيقول لك ايه الحاجات اللي تتقطع. بص يعني هنا انستجرام ريل بيقول لك اليمين والشمال هيتقطع منهم قد ايه، واحد في واحد مش هيتقطع منه حاجه. عندك الشورتس، كل الحاجات دي هتوفر عليك كتير جدا. طب دول انا هستخدمهم ازاي؟ انا هخليهم تحت زي ما هم وهحط الحاجه بتاعتي فوقيهم. انا عايز مثلا احط فيديو واحط دلوقتي تكست مثلا، وانا شغال هتاكد ان مفيش حاجه انا حاططها جايه على الحاجات اللي هم حاطينها. يعني انا مثلا لو اللايك قدام فوق على اليمين، فانا التكست بتاعي ما ينفعش يبقى فوقيها. ما ينفعش احط صوره مثلا عايزها كلها تبان ويبقى الجزء البامبي اللي على الشمال واليمين دوت متغطي، ده معناه ان الحته دي هتتقطع، وهكذا. بعد ما نخلص خالص اعمل لهم هايد واعمل اكسبورت للفيديو بتاعك عادي خالص. طب دلوقتي احنا شفنا الحاجات بتاعت السوشيال ميديا، الحاجات التانية دي عباره عن ايه؟ تعال نقفل البرنامج ونفتحه تاني، نيو بروجكت، وهنختار برودكاست تمبلت كرييت. لو بصيت فوق على اليمين هتلاقيه مقسم لك كل حاجه، الفيديوهات بتاعتك تتحط فين، الصوت، الصور تتحط فين، كل الحاجات دي عامل لك فولدرات بحيث ان انت تحطها فيها على طول. طبعا زي ما قلنا قبل كده ان الحاجات دي ما بتفرقش قوي بالظبط، انت لما تحطها فيها او تغير مكانها مش هيفرق بره فيها عامله ازاي، هو هنا بس عشان تبدا تنظم حاجتك. اخر واحده خالص لو نزلت فيها كلمه سيكونس بتلاقيها متقسمه لثلاث فولدرات عباره عن سيكونسز جواهم. دي عباره عن ايه؟ اختصار بسيط جدا، عباره عن configurations او السيتنجز بتاعت الفيديو بتاعك هيطلع ازاي، والصوت بتاعه، يعني الصوت بتاعه هيبقى متقسم كانه تراك واحد ولا متقسم كذا تراكات، وحاجات كده ليها علاقه اكتر بالسينماتوجرافي قدام شويه معاك. ما اظنش انت هتحتك بيها قوي يعني. اخر واحده خالص معانا لو احنا طلعنا خالص من هنا وعملنا بروجكت جديد، نيو بروجكت، ودوسنا على ستاندرد تمبلت كرييت. التمبلتس هنا هتبقى عباره عن 1080، هو مديك اثنين تمبلتس بس، هو مديك ال 1080 وال 4K. ال 4K طبعا عارفينها 3840 في 2160، وال 1080 ديت ايه السيكونس بتاعنا العادي بتاع معظم اليوتيوبرز بيشتغلوا بيه، وبيبقى زمان كان بيشتغلوا بيه، دلوقتي معظمهم بيشتغلوا 4K الصراحه يعني. وبكده بقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. بس خد بالك من حاجه، مش عايزك تقلق من حته الفولدرات اللي موجوده فوق والحاجات الغريبه اللي موجوده قدامك على البروجكت بانل ده. اصلا الدرس اللي جاي هيبقى عباره عن ازاي تمبورت الفيديوهات بتاعتك والصور بتاعتك وازاي تقسمها عندك في البروجكت بتاعك. وبكده يبقى احنا خلصنا الفيديو ده. بس اهم حاجه ما تنسوش تنزلوا الملخص بتاع الفيديو، هتلاقوه موجود تحت في الديسكربشن فور فري دايما. واتمنى تعملوا سبسكرايب للقناه لان ان شاء الله يعني الواحد عايز يكمل فيديوهات اكتر، والحاجه الوحيده اللي فعلا بتشجعه ان انا بلاقي الناس فعلا بتتعلم مني، وان انا الاقي القناه بتكبر ان شاء الله.